وانت قاعده كده في حالك ولا بيكي ولا عليكي، تلاقي طنط فردوس جارتكم رنت الجرس ودخلت عند ماما عشان تتكلم معاها في مواضيع. وفجأة كده سألتها: هي بنتك يا اختي ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ مش هنفرح بيها؟ مش هناكل الأكلة دي؟ مش هناكل الحلويات دي؟ هتفضل قاعدة لحد امتى؟ او مثلا تروحي فرح كده وتلاقيهم يقول لك ايه: مش كفايه يا اختي لحد كده؟ مش هتفرحينا بيكي؟ اما طنط المتدينه بقى اللي في العيله الكريمه، او طنط صاحبه ماما المتدينه برضو، تيجي تقول لك ايه: بتصلي يا حبيبتي؟ قربي من ربنا واعملي خير وادي صدقه وادعي ربنا يديك الزوج الصالح. اصل رجاله اليومين دول كلهم مضروبين، يا مأمن للرجال يا مأمن للميه في الغربال. فيا طنط المتدينه، انا لو هقرب من ربنا هقرب من ربنا من نفسي، يعني مش عشان زوج صالح يعني. طنط فردوس جارتكم بقى تيجي لمامتك تقول لك ايه: انا عندي بنت عم جوزها شغال في الكويت بيقبض بالدولار، عنده بقى واحد صاحبه ده ابن اخته بيدور على عروسه. انا رحت قلت لهم: مفيش غير البنت فاتن جارتي، والنعمه يا اختي تبقى خدت ومالت ايديها. واحده ثانيه بقى تيجي تقول لك ايه بقى: نصيحه نصوحه بقى، اقول لك ايه: حاولي تخسي وشيل الكرش ده وحط مكياج وانت نازله، وكفايه تخن كده. الرجاله اليومين دول بيحبوا العود الفرنساوي يا اختي. حبك بورس يا بعيده وانت مالك؟ فرضنا واحده بتحب الاكل وحابه جسمها كده، هتفضل تاكل؟ انت مالك بيها اصلا يعني. واحده تانية بقى تقول لها ايه: اقول لك ايه: ما تبقيش كده محسوكه وعماله تتشرطي، القطر هيفوتك، والفرص بتاعت النهارده مش هتيجي بكره، هتتجوزي متاخر وهتخلفي وانت كبيره. هتطلعي من عندها بطاقه كآبه واحباط وخوف ونظره سوداويه، وتحس ان انت فعلا غلطانه، وان انت بتتشرطي، وشكلك ان انت بتفتري وتشككي في نفسك وتخوفك. فانت مالك يعني؟ سيبيها تختار اللي يناسبها. فمش مهم اتجوزت امتى، المهم انها تتجوز صح. واحده تانية بقى تيجي تطمنها تقول لها: اقول لك ايه: اصبري، مكتوب لك يا اختي، نصيبك هيصيبك ومستنيكي، ما تقلقيش. والله يا طنط انا مش قلقانه، بس خليك انت في حالك يعني. انا مبسوطه بحالي ومالي، ومش زعلانه من اي حاجه خالص يعني، وراضيه كده الحمد لله يعني. انا عايز اقول لك: اتجوزي الراجل اللي انت عايزه تكملي معاه حياتك، الراجل اللي تحسي معاه بالامان والراحه. اتجوزي في الوقت اللي انت حاسه فيه ان قلبك ومشاعرك بتاخدك للخطوه دي. اتجوزي لما تلاقي الشخص اللي حنين عليكي، اللي يخليكي تبقى بتجري على خطوه الارتباط. محدش هيفيدك بعد كده. هتيجي تلاقي طنط نفسها تقول لك: استحملي يا اختي عشان خاطرك وعشان خاطر الولاد، وما تخربيش بيتك. فاتجوزي عشان انت تفرحي وترتاحي، مش عشان ترضي طنط فردوس جارتكم.